والله طن الحنطة السنة الماضية كان 400 وبحدود 20 30 دولار. السنة مسعر الحنطة 320 دولار. التجار عم ياخذوا الحنطة من ال 285 لل 190 دولار. يعني الأمور غير مناسبة مع المزارع خالص. المزارع خسران من جميع الاتجاهات. يعني في عندك ضمان الأرض 85 دولار الدلم، عندك فلاحة، عندك إبدار، يعني خسارة جدا جدا السنة. أنا اليوم الحكومة إذا ما ساعدتني أنا موسمي كله كبيته كب. أنا السنة زارع 50 دنم، السنة الجاية أنا ناوي ما أزرع خالص. إذا بدي أضل على التسعيرة هاي ما حد راح يزرع. واليوم الحنطة والمادة أساسية. خبز ناكل ياته، السنة الماضية الطن ب 475 ربط الخبز ب5 ليرات. اليوم الطن ب 300 وتحت ال 300 والربط لساعتها ب5 ليرات. طيب ليش ما نزل شيء مقابل شيء؟ يعني اليوم على موجب التسعيرة ربط الخبز لازم حقه ليرتين. أنا اليوم عندي عيلتي 8 تنفس، يوميا أنا بدي 5 ربطات. 5 ربطات عم أروح أشتريها حر ب 25 ليرة، كل ربطة بها 5 رغفان. طيب ليش ما ينزل التسعيرة؟ العالم كله ضبط الرزق. ليش؟ انه المزارع اليوم شفت انا كوم التبن حقه 100 ليره، يعني اقل من نص ليره الكيلو، عرفت؟ وطن حنطه يعني ب 300 320 تحت. ايش بده يكون المزارع؟ الله يكون بعون المزارع، كله كسر هالسنه، كله انكسر. طيب عم بتفكر تبيع للتجار او للحكومه وليش؟ والله عم بفكر ابيع للي يدفعنا سعر احسن، يعني الصراحه يعني اليوم المزارع الا تاخذني في علامه ضمانيه ضمنت شيء 100 دلم هي سنه خرب بيتها. يعني بدنا ندفع نبيع اللي سعره يعني يدفع لنا اكثر الصراحه. والله حاليا أنا واحد الناس ما عم بفكر أبيعها خالص، لأنه لا عن طريق الحكومة الأسعار تناسب ولا عن طريق التجار. يعني التاجر اليوم لزم بتسعيرة الحكومة، ما يشيل بتسعيرة الحكومة، عم يشيل أدنى من تسعيرة الحكومة، وتسعيرة الحكومة ما تناسبني. ليش؟ لأنه اليوم أنا ما طالع التكاليف اللي حطيتها. يعني اليوم المزارع بشكل عام أغلبيته ما طالع التكلفة اللي حطها. حرام هيك، ناطرين الفرج من الله. يعني بلشي يتحسن هالاسعار، بلشي الحكومه طالع لها شيء قرار انه تلغي البند اللي امس اتخذوه، انه التسعيره هاي يعني على بس يرفعونه شوي مشان تتناسب مع كل المزارعين.